أهلا بكم وقناة ناصر والمستجد. أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 8/5/2026. قبل ما أقول لك المستجد في الأسعار، اعمل اشتراك ولايك على اليوتيوب، واعمل متابعة واضغط على القلب الأبيض خليه أحمر على التيك توك. وتعالى أقول لك الكلام من البداية. أسعار الخضروات: أسعار الطماطم من 7.5 ل22 جنيه ونص، البطاطس من 7 ل13 جنيه، بصل أبيض من 5 ل7 جنيه ونص، بصل أحمر من 5 ل7 جنيه ونص جملة، ومن 10 ل12 ونص. قطاع سعر الكوسة من 8 ل14 جنيه للكيلو، جزر من 9 ل13 جنيه، فاصوليا من 8 ل16 جملة، ومن 20 ل25. قطاع بتنجان بلدي من 8 ل12 جملة، ومن 15 ل20 جنيه. قطاع بتنجان رومي من 5 ل15 جملة، ومن 20 ل25 جنيه. قطاع بتنجان أبيض من 8 ل14 جنيه جملة، ومن 15 ل20 جنيه. قطاع فلفل رومي بلدي من 14 ل17 جنيه جملة، ومن 15 ل20 جنيه. قطاعي فلفل ألوان من 35 ل55 جنيه. ملوخية من 14 ل20 جنيه للكيلو. خيار أسود من 14 ل17 جنيه جملة، ومن 20 ل25. قطاع الخيار البلد من 9 ل13 جملة، ومن 15 ل20 جنيه. قطاع البامية من 55 ل75 جنيه للكيلو. بسلة 30 جنيه للكيلو. سبانخ من 12 ل15 جنيه للكيلو. والقاس من 8 ل10 جنيه جملة، ومن 25 ل30 جنيه. قطاع البطاطا من 13 ل17 جنيه للكيلو. توم من 8 ل20 جنيه جملة، ومن 20 ل25 جنيه. قطاع لفت من 4 ل6 جنيه جملة، ومن 10 ل15 جنيه. قطاع بنجر من 5 ل8 جنيه جملة، ومن 10 ل15 جنيه. قطاعي فول أخضر 15 جنيه جملة، ومن 20 ل25 جنيه. قطاعي في ورق العنب من 25 ل50 جنيه. قطاعي. أسعار الفاكهة: الكنتالوب من 8 ل16 جنيه جملة، ومن 15 ل25 جنيه. قطاع البرتقال الصيفي شاموتي من 10 ل14 جنيه جملة، وب20 جنيه. قطاعي للكيلو. الموز البلد من 20 جنيه ل30 جنيه للكيلو. التفاح الأحمر 50 جنيه جملة، ومن 80 ل100 جنيه. قطاع التفاح المصري من 25 جنيه ل45 جنيه للكيلو. الليمون البلدي من 18 ل28 جملة، ومن 30 ل40 جنيه. قطاع اعمل اشتراك لايك على اليوتيوب ومتابعة على التيك توك، وأشكركم. ومع